عايزة احكي لكم على روتين زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اتكلم ان احنا عايزين في رمضان يبقى نفسيا وروحانيا وصحيا احسن. زي ما اتكلمنا عن العبادات انا عايزة برضو اتكلم عن روتين ممكن يفرق في حياتنا كتير. اول حاجة بقى فكرت فيها ودي مش كلام قد ما هو حاجات انا بدأت اجربها وبدأت احس ان هي فعلا بتفرق. يعني في ناس اجتماعية زيادة عن اللزوم وفي ناس انطوائية زيادة عن اللزوم، بس انا بتكلم عن روتين لشخص عادي جدا، ولا هو انطوائي قوي ولا هو اجتماعي قوي. بس حسيت انه انا عايزة اقلل الزحمة. اقلل الزحمة بقى معناها ان انا مش لازم ابقى ان في كل العزومات، مش لازم ابقى ان في كل الخروجات، مش لازم اتكلم كتير مع ناس كتير طول الوقت. الصخب اللي كنت بحس بيه السنين اللي فاتت ان الصبح في ناس في حياتي وبالليل في ناس في حياتي وطول الوقت بجري حوالين نفسي، كنت عايزة السنة دي اهدي الدوشة ووطي صوت الدوشة شوية اللي حاصل حواليا. وفعلا بدأت أحس إن الموضوع ده كويس قوي. أول حاجة عملتها عشان أقلل الدوشة والتشتت هي إني عملت تايمر لكل الابليكيشنز، والتايمر ده لا يتعدى ال10 دقايق أو ال15 دقيقة. يعني بعد 15 دقيقة الابليكيشن بيقفل. يعني لو أنا بسكرول على الانستجرام بعد 15 دقيقة الانستجرام بيقفل وبيفتح تاني يوم بعد 24 ساعة. فده ساعدني شوية من فكرة انه التشتت اقل. تشتت اقل بمعنى انه كل ما انا بشوف صورة، بشوف بوست، بشوف فيديو، بشوف حاجة، كل ده بيترجم افكار جوه دماغي. اما بتكلم مع حد مكالمة تليفون ده بيترجم افكار جوه دماغي. لما بنزل الشارع اشوف حد، اكلم حد، يحصل بيني وبين حد موقف، كل ده بيترجم لافكار ودوشة في دماغي. عشان كده كنت بقول نهدي الدوشة، نقلل اختلاط بالناس، خصوصا وقت الصيام. يعني لو نقدر نتكلم في الضروري، نتكلم في الشغل، نتكلم في الحاجات الأساسية قوي. ووقت الصيام مستحب قوي ان الانسان يبقى اهدى وساكت اكتر، وده بيخليه يستشعر الصيام اكتر ويبدأ يبقى حاضر في اللحظة اللي هو فيها. لانه طول الوقت لما بتدخل على مخك حاجات سواء من الناس اللي حواليك او من السوشيال ميديا بتبطل تحس بدلوقتي. سمعتوا قبل كده عن موضوع المايندفولنس؟ فكرة المايندفولنس بكل بساطة هي انك تكون حاضر في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. يعني ما تبقاش دلوقتي مثلا قاعد في مكان ودماغك في الموقف ده وفي الموقف ده، ولما اروح البيت هعمل كذا، وبالليل عندي جدول كذا، وهروح اقابل الناس كذا، وهعمل كذا وهعمل كذا. البلان دي اوكي، هي مفيش فيها مشكلة، بس قصة انها تبقى واخدة بقى تفكير البني ادم طول الوقت وانشغاله طول الوقت ويبقى طول الوقت مش حاضر في دلوقتي. هي دي فكرة ان احنا نهدي الدوشة. احنا بطبيعتنا كائن بيتفاعل. مستحيل تفضل طول الوقت قاعد مع ناس وما تتفاعلش بكلمة، بانك تسمع حاجة، بانك تركز في حاجة، بان حد يحكي لك مشكلة فتتأثر، بان حد يهزر معاك فتهزر معاه. احنا بنتفاعل. عشان كده فكرة انه نبقى مركزين اكتر وحاضرين اكتر في الصيام واهدى، ده اولا بيخلينا عرضة اكتر للحضور في اللحظة دي، وان احنا بنستشعر ونحس بالصيام. وبيبقى كمان بيحمينا من فكرة النماية، هنا كلمة هنا هتريق على حد هنا، حد هيستفزني فهقوله كلمتين هنا، فبيقفل بيبان كتيرة. عشان كده أكتر من حد سمعته بيتكلم عن الدين وعن الصيام إنه هو بينصح إنه الدنيا تبقى أهدى خصوصا وقت الصيام. ولو حد بيعاني من الدوشة وحاسس ان هو drained ومتوتر وطاقته خلصانة، من ضمن الحاجات اللي بتخلص الطاقة دي هي التفاعل مع الناس والمشكلات بشكل كبير. فاستغلوا الوقت بتاع الصيام وخدوا اجازة او وطوا صوت الدوشة اللي حواليكوا. جربوا الحكاية دي وقولوا لي حصل معاكوا ايه. عايزة اكمل على الحتة بتاعت انك تهدي الدوشة والزحمة اللي حواليك بحاجة برضو انا جربت الحاجتين. يعني جربت الشيء وعكسه وعارفة قد ايه ان الموضوع فارق. زي ما حكيت لكم قبل كده ان روتين حياتي كان سريع جدا، بلف حوالين نفسي طول الوقت ومش عارفة. يعني اليوم بيجي ويخلص وانا هو ايه اللي حصل النهاردة؟ بجري حوالين نفسي حرفيا، وكل اللي بفكر فيه ان انا اعمل المهام اللي ورايا كويس عشان انام وانا راضية عن نفسي. بس ده خلاني اخد بالي ان انا معشتش اللحظة.
فبدأت اخد بالي ان انا عشان ابقى حاضرة في اللحظة اللي انا فيها دي محتاجة ان انا اعمل الحاجة ببطء، واوقف شوية فكرة المالتي تاسكينج. يعني ابدأ ان انا اعمل حاجة، ولما اعمل حاجة استغرق فيها. يعني انا دلوقتي مثلا هحضر وجبة، وانا بحضر الوجبة دي مش لازم ابقى بعمل تليفون او ابقى بفتح الانترنت اشوف حاجة، او ابقى بترجم حاجة عن كذا، او بشوف كذا عن كذا، او استغرق في الحاجة. الروتين البطيء ده مش معناه كسل، ومش معناه ان احنا مش هنهتم باللي بنعمله ابدا. انا اقصد ان الروتين يبقى بطيء. نحاول نخلي الروتين مش مليان على اخره، نخلي الروتين مش مرهق نفسيا وعقليا لينا. نعمل الحاجة ونستغرق فيها، نحاول نرتبها ونجتهد في ترتيبها قد ما نقدر. بس اهم شيء ان احنا نتصرف ببطء، نبطل جري، نبطل نحس ان في حاجة بتستعجلنا وحاجة بتجري ورانا. يا جماعة بجد لو جربتوا الروتين السريع وبعدين جربتوا روتين بطيء، حتى لو أبطأ شوية صغيرين، حاولوا تنسقوه تبع المهام بتاعتكم، تبع responsibilities بتاعتكم، لان اكيد كل واحد حياته غير التاني. بس اقصد ان بجد لو في حاجة شايفين انها في اليوم ده مش مستاهلة تتعمل، او هتزحم اليوم على الفاضي، او نقدر نستغنى عنها، جربوا تتنازلوا عنها. وشوفوا الوقت اللي هيفرق معاكم ده هيفرق كتير، هيفرق كتير في جودة الحاجة اللي بنعملها. لو أنا عندي 5 حاجات وفي حاجة ينفع تتزق لبكرة، فبقيت بعمل ال4 حاجات براحة أكتر وبحضور أكتر. يعني لو أنا بحضر وجبة، أنا بحضر الوجبة وأنا حاضر ومستمتع، وبفكر إن أنا هعمل الوجبة دي بمزاج. لو أنا رايح مشوار، فأنا هروح المشوار ده وأنا مش بجري وبسوق العربية بكركبة وعايز أرجع بسرعة عشان ورايا 60,000 حاجة في البيت، وهكذا. ففكرة ان انا اعمل الحاجة ببطء، ازحزح الحاجات اللي مش مهمة ليوم تاني، لوقت تاني، او معملهاش خالص لو انا مش محتاجها، بيفرق معايا جدا. الوقت الزيادة اللي هيتبقى منك ممكن يخليك تعمل الحاجة بجودة، وممكن انك تقعد ساكت خالص. فكرة ان انا اقعد اختلي بنفسي، اعمل لنفسي ركن اقعد فيه، اعبد ربنا، اسبح، افكر، اكتب، اعمل اي شيء يخليني حاضر دلوقتي، يخليني في تواصل بيني وبين نفسي اللي عمالة تجري طول النهار على شغلي، على اولادي، على حياتي، على اهلي، على اصحابي، على اي شيء حواليا الا نفسي. بسمع كل الناس وبسمع لكل الحاجات اللي مطلوبة مني، الا ان انا اشوف نفسي عايزة مني ايه. ففضوا وقت صغير قوي في اليوم. الوقت ده ممكن يبقى تلت ساعة، نص ساعة، حتى لو أقل من كده. بس حاولوا تهدوا شوية الدوشة والزحمة، وتمارسوا شوية الروتين البطيء في رمضان. وخليكوا عارفين مش لازم نبقى في كل الخروجات وكل العزومات. انتقوا الحاجة اللي انتوا فعلا حابين تبقوا موجودين فيها، ناس هيفرق معاكوا تشوفوهم، تجمع عائلي محتاجين ان انتوا تروحوه، او الناس بقالكوا كتير ما شفتوهمش، وهكذا. لكن انا مش كل العزومات لازم اكون فيها، ولا كل الخروجات لازم اكون فيها. عايزه احكي لكم بقى حاجه كمان من ضمن الروتين اللي هيساهم في تحسين نفسيتنا. حاجة كنت قريتها في كتاب اسمه The Artist Way بتاع كاتبة اسمها جوليا كاميرون. كانت جوليا بتتكلم في الكتاب انه كلنا عندنا تجارب سيئة في الحياة. التجارب دي بتخلينا غضبانين، زي حد من أهلك ظلمك، حد من أهلك كان قاسي عليك، قلل منك، حد بتحبه لعب بيك، خانك، ضحك عليك، عاملك معاملة انت ما تستاهلهاش، حد من صحابك عمل حاجات خذلتك، حد من المدرسين بتوعك اتريق عليك او قلل منك او قالك كلام سخيف قدام صحابك. حاجات كتيرة كلنا مرينا بالحاجات دي، كلنا بأشكال مختلفة وصور مختلفة وبني آدمين مختلفين، بس مفيش حد فينا ما عداش بالحاجات دي. فكانت جوليا بتتكلم انه احنا محتاجين ان احنا نفهم ان غضبنا ده والتجارب السيئة دي لو ما تعاملناش معاها مظبوط بتبقى عاملة كده زي شنطة تقيلة شايلينها على ظهرنا وماشيين بيها طول حياتنا.
بتعمل ايه؟ بتعمل عقد وكلاكيع وبتعمل خوف من النجاح، وبتعمل خوف من الظهور، وبتعمل حاجات كتير جدا يعني، بتعمل تروماز كمان، بتعمل حاجات كتير لو ما تعملناش معاها صح. فهي كانت بتنصح انه احنا نكتب جواب لكل شخص احنا غضبانين منه، وكانت بتسميها كده زي جوابات الأعداء أو جوابات الناس اللي احنا اتأذينا منهم بشكل أو بآخر يعني. فكانت بتتكلم انه كل حد انت متضايق منه اكتب له جواب، كل واحد، وسمي الشخص دوت، اذكر اسمه، اذكر الموقف، طلع كل الغضب اللي جواك، قول كل الكلام التقيل اللي عايز تقوله له، ازعق، اشتم، اعمل كل اللي انت نفسك فيه، وبعد كده ابدأ تصالح مع الفكرة. الموضوع ممكن ما يبقاش سهل قوي لكل الناس، بس خلينا متفقين ان ده جزء من الرحلة. الرحلة دي كلنا بنمر بيها، كلنا، مفيش حد هيجي الدنيا ويمشي منها من غير ما يزعل. فلو في حد زعلك فده كان جزء من رحلتك وجزء من أقدار ربنا سبحانه وتعالى. فخلي دي طول بسيطة جدا ومش محتاجة أي مجهود، هو إنك بس تكتب جواب للي زعلك ده، تقوله كل اللي في قلبك، تطلع كل الغضب اللي جواك، كل الكلام اللي ما طلعش في وقتها أو حتى لو طلع في وقتها طلعه تاني لو انت لسه متأثر بالحكاية، وخرج كل الكلام. وبعد ما تخرجه قرر انك تسامح، وتبطل تخلي القصة او الشخص ده بيستنزف طاقتك او بيخليك تفقد الثقة في ناس انت لسه معرفتهمش، او ناس عرفتهم ومحدش فيهم اذاك بس بقى مخليك ماشي فاقد الثقة، او فاقد انك تلاقي حب، او فاقد انك تلاقي ناس كويسين، او فاقد انك تشوف خير اصلا في الدنيا. قرر انك تتصالح مع الفكرة دي، ان كلنا بنزعل وكلنا هنتضايق وكلنا هنقابل مواقف صعبة، وده جزء من الرحلة، جزء من البروسيس اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في الأرض. بس انه احنا بنتعامل بقى مع الرحلة دي ازاي، ده اللي بيفرق ما بين شخص والتاني، وده اللي بيسيب في النهاية شخص يائس، وشخص متفائل، شخص غضبان على الدنيا وناقم على الدنيا، وشخص راضي بالأقدار وراضي بنصيبه وراضي باللي ربنا بيبعتهوله، وبيقدر يتعامل أحسن مع اللي جاي ويستفاد منه أحسن. فيديو النهاردة خلاص خلص. لو كنتوا وصلتوا لآخر الفيديو فشكرا جدا انكم كملتوا للآخر، ولو شايفين ان في حد هيستفاد من الكلام اللي اتقال ده ياريت تبعتوله الكلام ده عشان يمكن يفرق معاه. ما تنسوش تشتركوا في القناة واشوفكم الفيديو اللي جاي.